الصيف دلوقتي في شدته، معاه بتيجي الرغبة في الراحة والاستلقاء وعمل الولا حاجة قدام موجة الحر الشديدة دي. أنا أريج، والنهاردة هكلمكم عن 6 كتب ممكن تخلي صيفكم ألطف شوية. أغلبنا في الصيف بيحب الكتب الخفيفة السريعة اللي مش بتحتاج تفكير وبتخلص بسرعة. لو انت مود ريدر هتلاقي نفسك في الصيف بتتجنب الكتب المكلكعة اللي فيها تفاصيل كتير وعايز تلجأ لحاجة تفصلك عن التفكير وتريحك. وما يضرش طبعا لو في عامل صيفي بيطغى على مود الكتاب. ترشيحاتي هتكون كتب رومانسية لذيذة بتخلص بسرعة وبتخلي قلوبكم ترفرف. The Unhoneymooners لكريستينا لورن، كوميدي رومانس في الأساس. Enemies to Lovers. شخصيتنا الرئيسية أوليف، ليها أخت توأم اسمها إيمي. إيمي محظوظة قوي قوي قوي، أي مسابقة أي نصيب أي حاجة بتقدم عليها بتكسب فيها دايما. كل تجهيزاتها للفرح بتاعها كانت مبنية على جوائز، حتى الهانيمون اللي كانت هتروحه هي وجوزها بعد الفرح. بس في الفرح حصلت حادثة صغيرة جدا. أغلب المعازيم بما فيهم العريس والعروسة حصل لهم تسمم بسبب الأكل. إيمي كده لقت إن شهر العسل بتاعها هيضيع عليها. بدأت تقنع أختها التوأم أوليف إن هي تروح مكانها وتمثل إن هي إيمي، وفي نفس الوقت أخو العريس إيثان هيروح مكانه. إيثان عدو أوليف اللدود، وهيلاقوا نفسهم لازم يتظاهروا إن هما العريس والعروسة. القصة من البداية مش منطقية ومحتاجة suspension of disbelief قوي جدا عشان تقدر تستمتع بيها. بس لو انت بتحب الفايب ده وعايز حاجة خفيفة خارجة عن الواقع شوية بس هتضحكك، ارشح لك الكتاب ده. من الكتب القليلة اللي خلتني اضحك بصوت عالي فعلا. People We Meet on Vacation لإيميلي هنري. Friends to Lovers. هنا بقى مش هنضحك قوي. بوبي وأليكس أصدقاء مقربين بقالهم سنين، شخصيتهم مختلفة تماما عن بعض. بوبي الشخصية المرحة اللي بتضحك وتهزر وتتفاعل مع الناس، وأليكس انطوائي شوية. بوبي بتشتغل ترافل انفلونسر وبتسافر سفريات كتير عشان تماركت للأماكن اللي بتروح لها. بس في زي روتين سنوي كده هما متفقين عليه إن هما الاتنين بيروحوا مع بعض مكان جديد كل صيف. لحد ما من 2 قبل أحداث الكتاب ده حصلت خناقة كبيرة قوي بينهم احنا ما نعرفش عنها أي حاجة، وبطلوا يكلموا بعض. ودلوقتي بوبي رجعت تتواصل مع أليكس تاني عشان يتفقوا يسافروا سفرية أخيرة ينهوا بيها التقليد اللي كانوا بيعملوه كل سنة. أليكس بيوافق على مضض وبنشوف بعدها ايه اللي هيحصل. الكتاب ده بيعيط أكتر منه بيضحك. اللي عجبني أكتر هنا مناقشة العلاقات الأسرية اللي إيميلي هنري بتحب تناقشها كتير قوي في معظم كتبها. علاقات واقعية ومنطقية ومشاعر يمكن مش ناس كتير بتحب تعترف بيها، بس اتناقشت كتير بموضوعية ومن غير تحيز. الكتاب ده بيتعمل فيلم، المفروض هينزل في شهر يناير اللي جاي. لو انتوا مهتمين تقروا الكتاب وبعد كده تتفرجوا على الفيلم. هابي بليس برضو لإيميلي هنري. الكتاب ده فيه فيك ديتنج وسكند تشانس رومانس. لو كنتوا فاكرين ان People We Meet on Vacation هيزعلكوا، فالكتاب ده هيزعلكوا اكتر. ده الاخ الاكثر نكدا لباقي كتب إيميلي هنري. مجموعه من الاصدقاء واجوازهم بيسافروا مع بعض كل سنه للبيت الصيفي بتاع واحده منهم يقضوا فيه الصيف. بس السنه دي عرفوا ان البيت ده هيتباع وقرروا ان هم يروحوا مره اخيره عشان يودعوا المكان اللي هم قضوا فيه صيفهم بقالهم سنين. القصه دي منتشره، شفناها كتير، اتعملت قبل كده. بس التويست المختلفه هنا ان شخصياتنا الرئيسيه هاريت ووين قرروا قبل السفرية دي على طول ان هم عايزين ينفصلوا وما بلغوش اصدقائهم بده، فهيلاقوا نفسهم مضطرين طول الرحلة يمثلوا ان هم لسه بيحبوا بعض عشان ما يثيروش الشكوك في دماغ صحابهم. الكتاب كمان بيتناقش اكتر في العلاقات بين الاصدقاء، خصوصا الصداقات طويلة المدى اللي اوقات لما بتحصل فيها حاجة بتضايقنا بنختار نتكتم عليها وما نواجههاش عشان المركب تمشي، بس بالوقت الحاجات دي بتتراكم وبتعمل فراغ بيننا وبين صحابنا. هاريت دكتورة بس للأسف مش مبسوطة بحياتها في الطب، وبعد تفكير وتمعن بدأت تتوصل إلى إن هي في المكان ده مش عشان هي حباه أو كان نفسها تكون فيه، بس عشان الضغط من الناس اللي حواليها. وده كان صراع شخصي بالنسبة لي، عشان كده الكتاب ده أنا بايزد تجاهه أكتر من ناس كتير. توايس شاي لسارة هوجل، سلو بيرن رومانس، وفي اوتستيك ريبريزنتيشن. ميبل شخصية حالمة معظم الوقت بتعيش جوه دماغها واحنا بنحضر معاها ده اوقات كتير. مؤخرا عمتها المفضله اتوفت وسابت لها في الميراث البيت بتاعها، وميبل قررت تسافر للبيت ده عشان تفضيه وتعيد ترميمه وتحوله لفندق وتبقى هي المسؤوله عنه زي ما كان حلمها من زمان ان هي يبقى عندها فندق خاص بيها. لما بتوصل بتتفاجئ ان مش هي الوارث الوحيد للبيت ده، وان حارس الارض ويسلي اللي كان مقضي مع عمتها اخر ايامها بيشاركها في الورث. بتبدأ عداوة شديدة بينهم وخلاف على هم هيعملوا ايه بالبيت ده. ويسلي عايز يحتفظ بيه
وميبل عايزة تحوله لفندق. الكتاب بيتكلم عن الانطباعات الأولى وإن مش دايما بتكون صح. كل واحد مننا ليه قصته وماضيه اللي محدش يعرف عنه أي حاجة، ومش كل الناس عندها ملكة إن هي تقدر تعبر عن نفسها واللي جواها بلغة واضحة. ماريج اوف ماديسون افنيو من الكتب القليلة اللي عجبتني لدورين. في فريندز تو لافرز وماريج اوف كونفينينس. أودري وكلارك اتربوا مع بعض من وهم صغيرين جدا بسبب التدخل الأسري والضغط الشديد من حواليهم وبعض الشائعات اللي بدأت تنتشر في المجتمع بتاعهم. قرروا ان الحل الامثل ان هم يوافقوا يتجوزوا لمصالح شخصيه، بس شهرتهم خلتهم طول الوقت تحت الاضواء وطول الوقت محتاجين يمثلوا ان هم فعلا بيحبوا بعض عشان الناس فعلا تقدر تصدق ده ويبعدوا عن الشائعات اللي طالعه عنهم. عجبني قوي التصوير الممتاز لأساس أي علاقة جواز صحية، إن الأولوية فيها إن الاتنين يكونوا أصدقاء قبل ما يكونوا أحباء، إنهم يكونوا فعلا بيعرفوا يقضوا وقت حلو مع بعض، متفاهمين، بيعرفوا يتشاركوا الكلام والاهتمامات والحس الفكاهي. أوقات كتير ده بيكون أحسن من ان اتنين عايزين يتجوزوا عشان هما بيحبوا بعض من غير ما يكون التفاهم ده موجود. اخر كتاب معانا اديل وذا ديفل لإليزابيث أورورك. تالي بتدور على وظيفة جديدة تعرف تصرف منها على نفسها واسرتها لظروف شخصية. زميل ليها بيلاقي لها وظيفة كسكرتيرة لطبيب اسمه هيز. بعد ما بتقبل الشغلانة بتكتشف ان هيز ده مش زي ما هي كانت فاكرة، شخص سيء وبارد وقليل الذوق بيعامل الناس بكبرياء وغرور. بتاخد منه موقف بس بتضطر تكمل في الوظيفة عشان احتياجاتها المادية، وبعد الوقت بتكتشف ان مفيش دخان من غير نار، وان اوقات كتير الشخص مش بيكون وحش لمجرد ان هو وحش، بس في عوامل وحاجات كتير اثرت عليه. يا رب تكونوا اتبسطتوا بترشيحات النهارده. لو عندكم ترشيحات مختلفة لكتب شايفين ان هي مناسبة جدا للصيف قولوا لي عليها في الكومنت وانا هحب جدا اقراها. اتمنى صيفكم يكون لذيذ وهادي وخفيف وتقضوا وقت جميل فيه، واشوفكم الفيديو الجاي.